الا قلت لكم دري صغير في عمره غير 4 سنين كاع الناس كيخافوا منه، واش غادي تشيقني ولا لا؟ اسمع هاد القصه حتى الاخر وغادي تعرف علاش الناس كيخافوا منه. هاد الدري الصغير عنده ما بين 4 سنين و5 سنين، معروف عند الناس كاملين انه باسل بواحد الطريقه اللي خايبه بزاف، حتى شي واحد ما كيحملو في الدوار. اول حاجه دارها، لقى دجاجه ناعسه فوق البيض، مشى عندها نوضها على البيض وبدا يتقب في بيضه ببيضه، ما خلى حتى شي بيضه. منين عرفوا والديه ولاو كيخزنوا عليه الدجاج والبيض باش ما يوصلش ليهم. من بعد ما خرجوا دوك الفلالس من البيض اللي بقى، حتى هما ما خلاهمش في حالهم، كان كيشد الفلالس ويطير لهم الراس ديالهم، كاع الفلالس طير لهم الراس، ما خلى حتى شي واحد. والديه ملي فقدوا الامل في الدجاج مشاو جابوا خريفات. نهار ولدات واحد النعجه شد العصا وبدا يضرب في الخروف الصغير، يلاه تزاد حتى صفاها ليه. ولكن اخطر موقف طرا هو نهار كان شد واحد السلك ديال الضو وهو ديز فيه الضو وحطو في فمه. صافي شدوا الضو وبقى لاصق فيه حتى جات امه وقطعات الضو باش تعتقو. صافي الدري طاح مغيب بالزربه، دارت الهضره في الدوار والناس كاملين قالوا بلي راه مات. الدوار كامل تجمع، كلشي كان كيواسي في الام، ولكن ملي دخلوا عنده لقاوه مازال باقي حي. الناس فرحوا وجلسوا مع الام وكلاو داكشي اللي جابوا معاهم، ولكن ملي بغاو يخرجوا ما لقاوش الصنادل ديالهم كاملين، غبروا بمره. من بعد لقاو الدري جمع كاع دوك الصنادل ولحم في الفران ديال العود شاعل وحرق لهم صنادلهم كاملين وصيفطهم حفيانين لديارهم.